هل تعلم أن اسم السودان الذي نعرفه اليوم مر عبر قرون طويلة من التحولات، وأن كل اسم حمله هذا البلد كان يحمل قصة مختلفة؟ من الدولة النوبية القديمة إلى الممالك الإسلامية إلى العصر العثماني والمصري وحتى الحقبة الحديثة. في هذا الفيديو نستعرض لكم معاني كل الأسماء التي أطلقت على السودان عبر التاريخ. 1. بلاد النوبة. أقدم اسم عرفه جزء واسع من السودان هو بلاد النوبة. كلمة نوبة يعتقد أنها مشتقة من كلمة مصرية قديمة تعني الذهب بسبب كثرة مناجم الذهب في المنطقة، وكانت تدل على الممالك النوبية مثل نكتة ومروي. كوش أو أرض كوش. اسم آخر قديم جدا هو كوش، وهو اسم ذكر في النصوص المصرية القديمة وحتى في التوراة. كوش تعني حرفيا الأرض المظلمة أو الأرض الجنوبية، وكانت تشير إلى الحضارة القوية التي ازدهرت بين نهر النيل والبحر الأحمر. بلاد السودان الاسم الأوسع. ابتداء من العصور الإسلامية ظهر اسم جديد هو بلاد السودان. كلمة السودان في العربية ليست اسما لبلد معين، بل كانت تطلق على المنطقة الممتدة من الصحراء الكبرى حتى وسط إفريقيا، وتعني ببساطة أرض السود، أي الشعوب ذات البشرة السمراء. لكن مع الزمن أصبح الاسم يشير تحديدا إلى المنطقة التي هي السودان الحالية. السلطنة الزرقاء مملكة سنار. في القرن السادس عشر ظهرت دولة قوية هي السلطنة الزرقاء أو مملكة سنار. اسم الزرقاء قد يرمز إلى النبل أو إلى اللون الداكن في الثقافة السودانية القديمة، وكان يطلق على المملكة التي وحدت وسط السودان. السودان التركي المصري. خلال حكم العثمانيين عبر مصر كان الاسم الرسمي هو السودان التركي المصري، وهو اسم إداري يشير إلى خضوع المنطقة لحكم محمد علي وخلفائه. الدولة المهدية. مع ظهور الثورة المهدية صار يطلق على البلاد اسم الدولة المهدية نسبة إلى المهدي محمد أحمد الذي حرر أجزاء واسعة من السودان خلف. السودان الإنجليزي المصري. أثناء الاستعمار البريطاني المصري حملت البلاد اسما مزدوجا هو السودان الإنجليزي المصري، وهو اسم رسمي اعتمدته لندن والقاهرة لإدارة البلاد معا. جمهورية السودان. وأخيرا بعد الاستقلال في 1956 تكرس الاسم الذي نعرفه اليوم جمهورية السودان، وهو مشتق من الاسم العربي التاريخي بلاد السودان، لكنه أصبح اسما لدولة مستقلة ذات هوية خاصة. الخاتمة. وهكذا نرى أن اسم السودان لم يكن مجرد كلمة، بل رحلة تاريخية طويلة من الحضارات والممالك والدول التي تركت بصمتها على هذا البلد العظيم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لمزيد من القصص التاريخية.